بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد المكان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. النهارده معانا حالتين جمال جدا، الحاجة صفاء والحاجة وفاء، الاتنين اخوات، والاتنين النهارده معانا. كان الحاجة صفاء عندها مشاكل ضيق في القناة العصبية ومشاكل الغضاريف، عاملة مشكلة عندها في عرق النسا وكانت موقفة رجلها تماما، وكان كمان عندها مشاكل في الغضاريف. هنسمع من الحاجة صفاء مشكلتها قبل وبعد في خلال 3 جلسات على 3 ايام بس. اتفضلي يا حاجة صفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بنرحب بالدكتور محمد في البلد، وكانت مفاجأة سارة بالنسبة لي انا اكتر حاجة بجد، واحنا بنرحب بيه وبنتمنى ان هو يستمر في حضوره التاني هنا عندنا في البلد ان شاء الله. انا مشكلتي كانت ان انا ظهري كان عامل لي ضغط على الاعصاب، فكان بيجي لي انفلات في رجلي على طول، ممكن ببقى ماشية بقع. اخر مرة وقعت رجلي اتكسرت. فلما سمعت بالدكتور وجه فجيت له بصراحة. هو كان هيعمل لي جلسة الخميس وجلسة السبت، أنا طلبت أعمل 3 جلسات ورا بعض. بس بأمانة من أول جلسة فعلا الحمد لله حسيت إن أنا صليت وأنا ساجدة في الأرض. أنا ما كنتش بسجد، أنا كنت بصلي على الكرسي وبتحرك وببطي يعني أنا بصراحة يعني بأمانة أنا حسيت بفرق كبير من أول جلسة. وأنا بتمنى كل اللي بيسمعنا فعلا وعنده أي مشكلة من مشاكل يجي ويتوجه للدكتور محمد ويشوفه، وبإذن الله يعني يا رب دايما كده إن شاء الله ويوفقه ويعينه على إنه يقدم الخير للناس. حضرتك كنت متوقعة النتيجة دي في 3 لا ايام؟ طبعا انا كنت متخيله ان انا فعلا، انا مش هو في 3 ايام، انا فعلا من اول جلسه حسيت بالفرق. بين معايا على طول، والكل كان شاهد بامانه، حتى في البيت عندي اهلي كلهم كانوا. تقدري تسجدي وتعملي بقوم كل حاجة؟ وبسجد. انا اهم حاجه كان عندي ان انا اسجد في الارض وانا بصلي، لان انا كنت بصلي. كويس جدا. الحمد لله. دلوقتي ايوه نقدر نعمل كل حاجة، في توازن في المشي، مفيش مشاكل في لا ظهرنا، الحمد نقدر لله نسجد بشكل كويس الحمد لله. بأمانة يعني، والحمد الحمد لله لله. رب العالمين، إن شاء بفضل الله الله. وبعد كده يا الدكتور رب محمد اللهم ربنا بفضل يبارك كل الله فيك يا سبحانه رب، وتعالى. احنا ربنا بنشكر يخليك، حضرتك جدا ربنا وبنتمنى لك يعزك. دايما ان انت تكوني بصحة كويسة يا رب تسلم العالمين. معانا تسلم. بقى الحاجة وفاء، كان عندها كمان مشكلة ان هي كانت محتاجة تسليك وتر تقريبا، فهي هتحكي لنا مشكلتها ايه وقبل وبعد وهي معانا. اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنرحب بالدكتور محمد. بصراحة يعني كانت مفاجأة جميلة جدا لينا أنا وصفاء أختي، فجينا له فأنا بعرض له المشكلة بتاعت إيدي، بقول له ده كذا يعني حصل فيها كذا وبيبقى فيها تنميل، وخاصة لما أصحى الصبح وكده بدون يعني أي حاجة. أداني دهان أنا خدته، فيعني قلت ماشي وخدته وروحت. يعني ما فيش اكتر من الدهان، لانه تقريبا الدكتور محمد يعني انا يعني ما تخيلش الحاله اللي هو يعني يقول لا فيها اي حاجه. انا ما يتدخلش، مش جاي بقى عاوز بقى ياخد حالات ويلم فلوس وكده، لا لا، هو بياخد الحاله اللي هو فعلا عارف انها هتجيب نتيجة ان شاء الله باذن ربنا طبعا. ولكن هو مش اعرف هاتي بقى ادفعي، لا لا لا، اللي معقول لا 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 ما يجيش، لا ما ينفعش. خدت انا الدهان وروحت دهنت برضه، قلت اكيد مسكن يعني مش هيعمل لي حاجة، والصبح هيرجع تاني. فاتفاجئت الصبح لقيته برضه ايه ده دراعي خف، يعني كنت زي الحلم. حتى ابني قال ايه هو سحر يعني ولا ايه؟ وبعدين الحمد لله رب العالمين شغاله عليه يعني، والحمد لله رب مش متخيله ان ايدي دي اللي انا ماسكه بيها المايك كده انها بقت كويسه. هي دي اللي تعباني جدا ومؤثره فيا خاصه في الصبح. دلوقتي الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يبارك لنا فيه ويجي دايما، يجي دايما. ده هي كانت مفاجاه للوادي بس. الله يحفظ حضرتك. ربنا يبارك فيه والله وينورنا دايما. تيجي كده على الاقل كل شهر مره يعني ان شاء الله بقى يا رب، يحصل ان شاء الله يا رب. هو احنا في الاول وفي الاخر بنتمنى لكم الشفاء، ويعني يا رب كل الناس تكون في افضل حال وصحة وسلام، وربنا يجعل شفاء لكل داء يا رب العالمين. امين يا رب. كان معانا النهارده الحاجة صفاء والحاجة وفاء، حالتين احنا فخورين بيهم ان ربنا اتم الشفاء معانا من اول يوم. بقى لهم 3 ايام بس، زيارة قليلة جدا مضغوطة، الحمد لله والشكر ليك يا رب. نتائج مبهرة جدا، ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، انا ماليش اي فضل في اي شيء. وتاني حاجة الحمد لله طبعا ده مع التقدم اللي احنا دايما بنكون فيه، الاستمرارية.
كل دوت بفضل ربنا سبحانه وتعالى. اشكركم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.